كان في اسطوره في تاريخ مصر القديم اسمها اسطوره ايزيس واوزوريس، اكيد سمعت عنها. طب ايه علاقتها بتسوق هليوبلس؟ ده بقى صاحبي اللي هقولك عليه النهارده في الحلقه، يلا بينا. كان في حاجه في تاريخ مصر القديمه اسمها تسوق هليوبلس، وهو كان عباره عن مجموعه من الالهه في مصر القديمه كانت عامله شويه دكن كده. وكانت الالهه اللي في التسوق دي هي اللي انشات البشر وانشات الحياه على وجه الارض. من ضمن الالهه دي كان في كام اله هم اللي عاملين دكن في مصر القديمه. الالهه المصريه على حسب اعتقادهم كان ممكن ان هم يتجوزوا من بعض عادي، يعني ممكن واحد يتجوز اخته. على فكره المصريين القدماء ما كانش بيتجوزوا اخواتهم، ده كان الموضوع بس عند الالهه بس. اول واحد في الالهه دي كان اسمه نوح، وده كان اله الميه. نوح خلف اتون. شفت الاتوم في السوق طلع اي لاف يو. لا 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 لا، مش اللي في دماغك، التانية ام عباية سمرا صح. اتون ده كان اله الخلق. اتون خلف شو وتفنوت. شو كان اله الهواء، وتفنوت كانت اله النور. شو وتفنوت اتجوزوا وخلفوا جاب ونوت. جاب اله الارض، ونوت اله السماء. بص بقى، دول خلفوا 4 اولاد: ايزيس واوزوريس وست ونفتيس. ايزيس كانت اله الخصوبة والسحر، واوزوريس اله البعثة والحساب، وست ده مش سائل اله الفوضى والظلام، ونفتيس اله الامومة. هنا بقى الحكاية بتاعتنا تبدأ. ايزيس اتجوزت اوزوريس، هما الاتنين اخوات، وست اتجوز اخته نفتيس. وايزيس كان تحت من اختها نفتيس. اوزوريس قبل ما يموت ويبقى اله للبعث والحساب في عالم الموتى كان بيحكم مصر، وكان متجوز اخته ايزيس، والدنيا كانت معاهم حلوه يعني، بس هما ما كانش عندهم اولاد. اوزوريس في الوقت ده كان حاكم في مصر، وكان محبوب جدا، يعني الناس كانت بتحبه كده والدنيا حلوه معاه. وهو صاحبي كان سالك، بس زي ما الماس قالت لك نبقى سالك تروحك جميل، لان ست كان بيكره اخوه اوزوريس. اوزوريس كان ملك وكانت الدنيا حلوه معاه، وكان متجوز اخته ايزيس اللي هي حلوه، يعني كان محبوب بقى والدنيا شغاله معاه، يعني فاهم؟ فليه يعني هو ليه يبقى كويس وانا لا؟ انت فاهم؟ وزي ما قلت لك هو مش سالك زي ناس ياما في حياتنا كده، بس مش مشكله. اوزوريس كان مديله عالي ومنفض له، بس الموضوع ده يعني ما طولش، لان مره الشيطان وز ست وقال له بقول لك يا صاحبي انت تحكم انت وفكك بقى من اوزوريس ده وانطره من على الحكم. فست قال لك ماشي، انا هعمل حاجه حلوه، انا هقتل اوزوريس خالص. حط خطه ان هو موته. عمل تابوت من الذهب والمجوهرات. التابوت ده كان هو مفصله على مقاس اوزوريس، وعمل حفله كبيره قوي ودعا ناس ياما منهم اوزوريس. ايزيس ما كانتش مطمنه الموضوع ده وقالت لاوزوريس ما تروحش، بس المعلم قال لك لا يا عم انا هروح مش مشكله وعلى الله يعني فاهم. وفعلا اوزوريس راح الحفله. المهم راحوا وقعدوا والدنيا كانت حلوه، فقال ست يا جدعان ما تيجي يلا بينا نلعبوا لعبه. راح جاي اوزوريس قال له يا عم ماشي بس انا مش هلعب جون. فست قال له لا يا عم جوني احنا مش هنلعبوا كوره، احنا هنعمل حاجه ثانيه. قال لهم بصوا شايفين التابوت اللي هناك ده؟ التابوت ده معمول من الذهب والمجوهرات والدنيا فيه حلوه، احنا هنخش كل واحد فينا يقعد في التابوت، واللي التابوت هيجي على مقاسه وهياخدوا هديه لي خالص. فكل الناس اللي هناك قالت ماشي يا عم احنا موافقين، من ضمنهم اوزوريس يعني. واحد التاني التالت كل واحد يخش يقعد في التابوت، التابوت ما يجيش على مقاسه، لان التابوت متفصل على مقاس مين؟ اوزوريس. لحد ما جه الدور على مين؟ على اوزوريس. فراح جاي المعلم عشان سالك، وزي ما قلت لك صاحب السالك اخرته وحشه، دخل قعد في التابوت، وفعلا التابوت جه على مقاسه. قال لك بس التابوت ده كده بتاعي انا هاخده. فراح جاي سيد بتسأله قال له ما انت هتاخده فعلا. فراح جاي اوزوريس قال له ايه؟ قال له ارزع. راح جاي قفل عليه التابوت. فراح جاي ست والناس اللي كانوا متفقين معاه خدوا التابوت ورموه في النيل. وصل الموضوع ده بعد كده لمين؟ لايزيس اللي قعدت تدور عليه. وفي الوقت ده هي كانت بتدور عليه فوق المايه، فكانت بتتحول لصوره حدايه وبتطير فوق النيل وتقعد تدور عليه لحد ما ايزيس في مره لقت التابوت وفتحت التابوت، لقت طبعا ايه؟ اوزوريس جوه ميت. وعرف ست بالموضوع ده، فراح وخد الجثه وقطعها ل 42 جزء ووزعهم على اقاليم مصر كلها. عشان قلت لك يا صاحبي الست ده مش سالك اصلا. وفي الوقت ده اتعرض على ايزيس انها ترجع معاه ويعينها حاكمه لطيبه، لان زي ما قلت لك هو كان عينه منها لانها كانت احلى من مراته. زي ما قلت لك ايزيس اله للسحر، فكانت بتقدر انها تقول تعاويذ واسحار تحمي بيها نفسها، وكانت عامه بتستخدمها في حالات الخير، بس في الوقت ده لازم تستخدم شويه تعاويذ عشان تحمي نفسها من الست. فهددت الست ان هو لو ما مشاش هي هتاذيه. الست قال لها لا مش مشكله انا كده ولا كده مامن نفسي. كان معاه شويه ناس خدوا ايزيس وخطفوها. حاولت ان هي تدافع عن نفسها لكنها ما عرفتش يعني لان العدد كان كبير، فهو خدها ورجع بيها حبسها في مكان. قعدت ايزيس في الوقت ده تدعي لله رع وتتوسل اليه ان هو يساعدها انها تهرب، وفعلا هربت. وقالت تعويذه خلتها حدايه وطارت، وقعدت تدور على جوزها لفتره كبيره جدا في الاقاليم كلها عشان تجمع الجثه وترجعها تاني. في الوقت ده كان ست هو الحاكم، فهي كانت بتحاول تتدرى ياما، وساعات كانت بتنزل تقعد على ضفاف النيل وتقعد تعيط على جوزها. كانت دموعها بتطالب بميه النيل، وسموا اليوم ده عيد وفاء النيل. وبعد محاولات ياما قدرت ايزيس ان هي تجمع الجثه، بس جمعت 41 جزء بس، كان فاضل جزء واحد ما لقيتوش. الجزء ده صاحبي كان حنكش، هي فعلا ما عرفتش تجمع حنكش ما لقيتوش. قالت مش مشكله بقى احنا نجمعوا الجثه زي ما هي وبعد كده ايه ربنا يحلها. المهم
بعد ما جمعت الجثه قعدت ان هي ترمي عليه تعويذ وتحاول ان هي ترجع الروح فيه تاني. طلبت من الاله رع ان هو يساعدها، وفعلا في بعض من الالهه ساعدوها زي الاله انوبيس، اله الموت، تحوت اله الحكمه. في الوقت ده كانت لسه ازيس في سوره حدايه، قالت تعويذه ونفخت بجناحاتها فرجعت الروح مره تانيه لاوزوريس. وعاش اوزوريس مع ازيس لمده سنتين في الديره يعني عشان هو كان ضعيف، وخلفوا في الوقت ده حورس. هتقول لي ان هم ازاي خلفوا حورس وهم ما لقوش حنكش؟ هم بقى صاحب عليها بقى عرفوا يتصرفوا، عملوا حنكش جديد وكده فجابوا حورس. ومات في الوقت ده اوزوريس، ومن ساعتها بقى اله للبحث والحساب واصبح ملك في مملكه الموتى. حورس كان في البدايه ضعيف فعشان كده امه كانت بتولى رعايته، بس بعد كده هو كبر وبقى قوي. ويرجع حورس ويقاتل ست على العرش، ويفضل القتال ده شغال لمده 80 سنه. واثناء المعركه دي سيت بيقتلع عين حورس. كانت عين حورس بالنسبه للالهه والمصريين القدماء حاجه مهمه جدا، لان المصريين القدماء كانوا بيعتبروا ان عين حورس اليمين هي الشمس وعين حورس الشمال هي القمر. وبعد ما فقد عينه اصبح ضعيف نسبيا يعني، بس ساعدته مجموعه من الالهه من ضمنهم ازيس وحتحور وتحوت ان هو يرجع عينه مره ثانيه، وفعلا رجعها ورجع قوي. ويرجع حورس مره ثانيه يقاتل ست وفعلا يغلبه. وبعد حورس ما يغلبه راح جايب بصته وقايل له يمسك بعد كده حرس الحكم ويأمر ان هم يحطوا جثه ابوهم متحنطه في قبر ويعملوا له مراسم دفن وجنازه ويقدموا لاوزوريس قرابين من الطعام. ويقال ان هو امر ست ان يشيل جثه ابوه هو اللي يوديها القبر. بعد كده امر بنفس ست بره مصر. وظهرت الاسطوره دي في نصوص الاهرام وجدران التوابيت الحجريه اللي موجوده في هرم سقارة. بس ودي كانت اسطوره ازيس في اوزوريس. لو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل لايك واشتراك على الصفحه، وهسيب لك المصادر في الكومنتات. كان معاكم يوسف جابر.